الآن الاتصال جاهز مع السيدة فاطمة قاروب من جدة، هي استشارية أسرية، لنتحدث عن ما تحدثنا عن 20% من الأسر السعودية أصبحت تفضل الزواج من الأجنبيات. بداية بتقديرك هالنسبة 20% بفضلوا، ولكن من هالنسبة اللي بفضلوا على أرض الواقع بحسب متابعاتك كم اللي بالفعل أقدموا على الزواج من الأجنبيات؟ نقصد يعني الأجنبيات غير سعوديات، قد يكونوا عربيات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. تقريبا يعني بما أنه طلعت إحصائيات أنه 20% من السعوديات بيتزوجوا من الأجانب، ولا السعوديين بيتزوجوا من الأجانب، هذه النسبة غير مخيفة لأنها نسبة بسيطة 20% بالنسبة ل 80%. غير كده احنا الإحصائية عملت على 700 عائلة سعودية مقارنة ب20 النسبة مئوية في المملكة، فهذه ممكن يكون فيها خلل، نوع من عدم الجدية ممكن وعدم المصداقية في الخبر. بتشككي يعني بالنسبة؟ بتشككي بهذا ما أشكك في النسبة، نعم أنا أحس إنها هي أقل، أتوقع إنه هي أقل من العدد اللي موجود. وغير كده النسبة هذه لابد إنها تكون موزعة على جميع مناطق المملكة عشان تطلع إحصائيات صحيحة جدية، لأنه كل منطقة من مناطق المملكة لها عرفيات ولها قبليات ولها أشياء معينة في العلاقات الزوجية في خصوصية. طيب ست فاطمة، هلا بغض النظر عن هذه النسبة وما إذا كانت دقيقة أم لا، يعني هذا ما بيمنع بأنه موجود الزواج من الأجنبيات. خلينا نحكي ومن خلال طبعا له اسمحي لي خلينا نحكي من خلال خبرتك، شو العراقيل اللي عادة بتواجه مثل هذه العلاقة وهذا الزواج؟ العراقيل موجودة طبعا. احنا عندنا اولا الوعي الاجتماعي انه الزوج يتزوج من اجنبية قليل، وايضا نفس الشيء لما نيجي نقول الاجنبيات السعودية تتزوج من اجنبي. العراقيل الاجتماعية ضد الفكرة تماما انه المرأة تتزوج من اجنبي. بس احنا لما نيجي نقول انه اسباب زواج السعودية دائما من الاجنبي، اولا عندنا نظرة ضيقة جدا للمطلقة والارملة، انه المطلقة والارملة ممكن نقول انه جاتها فكره انه اكسبايرد. طبعا هذا الشيء غلط، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم لو نجينا اخذنا اسوه حسنه، جميع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقات وارامل ما عدا سيده خديجه رضي الله عنها. غير كده عندنا زياده نسبه العنوسه. زياده نسبه العنوسه من الاسباب اللي جعلت قله جديه المراه في انه هي تاخذ نصيبها من الزواج، فصارت ممكن انها هي تتزوج من أجنبي مهما كانت الظروف، وعدم التفكير بعيد المستوى للأشياء السلبية اللي ممكن تتراكم من بعد الخلفة، من الأبناء، من الجنسية، من الكفالة، من الأشياء اللي بتصير الآن فعلا مشاكل المطلقات اللي متزوجين من أجانب، ولا من أيضا السعوديين اللي متزوجين أجانب. من ناحية النفقة، من ناحية الأبناء، من ناحية النسب طيب خلينا نسترجع ونتذكر الحملة اللي قام فيها شباب سعوديين تحت عنوان خلوها تعنس، إذا بتتذكري. إذا في حالة يعني خلينا نقول تململ بين الشباب السعودي فيما يتعلق بغلاء المهور، لدرجة أنه وجهت اتهامات، بحسب أنا بنقل مش قولي، يعني اتهامات لبعض الأسر والأباء بأنهم بتاجروا ببناتهم من خلال الزواج من أجل الكسب المادي. بالفعل عندنا هذه المجتمع، عندنا فكرة المجتمع جدا ضيقة، وهذه الأسباب اللي خلت الرجال السعوديين يتجهوا والشباب السعودي يتجهوا للزواج من الخارج، اللي هو غلاء المهور. وأيضا يوجد لدينا غلاء تكاليف الزواج. يعني مو بس غلاء المهور، يعتبر نسبة 20% من غلاء تكاليف الزواج، لأنه صارت الحكاية عندنا زي حكاية أنه أنا زوجت بنتي بالمبلغ الفلاني وعملت لها الفرح الفلاني في المكان الفلاني وكلفنا بالشيء الفلاني. صارت المظاهر الخارجية غطت على المبدأ الأساسي من الزواج اللي هو وعندنا كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، خذوهم فقراء يغنيهم الله. يعني هذه دلالات دينية تثبت أنه لابد أنه زيادة الوعي لدى أولياء الأمور أنه السيدة ليست سلعة، الفتاة ليست سلعة للمتاجرة،
الفتاة تعتبر قيمة اجتماعية ذاتية نفسية بشرية لابد من مراعاتها. طبعا. وبرضه حط النظر في بنتك لما تجلس عند ولي الامر وتكبر عندها تكبر عنده لمرحله انها تصير 35 40 سنه وهي ما زالت متزوجه، وهو يطالب مثلا الاب ايضا انه لو كانت بنته مثلا مدرسه ولا تحت سقيفه عندها سقف مالي محدد، يرفض تماما ان هي تتزوج خوفا يقول لك لا هي اللي مغطيه تكاليف بيتها، هي اللي مغطيه عائلتها اسرتها. نعم ست فاطمة، هذا بقودنا ربما لسؤال آخر، يعني بعد هذه الحملة اللي ذكرها محمد والجهود اللي الجهات المختصة في السعودية تقوم فيها، هل أصبح هناك الآن وعي أكبر من قبل أولياء الأمور والأسر بأنهم بالفعل أصبحوا يعني يخفضوا هذا السقف من المطالب ويساعدوا في تخفيف هذه الظاهرة، ظاهرة العنوسة، من خلال المشاركة؟ هل بتشوفوا مؤشرات إيجابية؟ توجد مؤشرات إيجابية بسيطة جدا لا تذكر، لأنه ما زالت في أولياء الأمور اللي يطالبوا بغلاء المهور، بيطالبوا بمظاهر الفرح ولا مظاهر الزواج اللي تكلفه مظاهر البيت، ما بيطالع في الشاب المقتبل لزواج العمر اللي عنده تكاليف زيادة حيدخل عليها، وممكن يدخل بديون، ممكن يدخل الرجل تكون متزوج بديون بنته، ما بفكر في الاشياء دي قد ما انه سمعه انه انا بنتي مثلا متزوجه. الواحد ما يمنع اللي واحد مستطيع مقتدر انه عنده التكاليف هذه وعنده ممكن انه هو يتزوج، ما في اي مشاكل، بس المشكله انه دحين زياده نسبه برضو البطاله، قله المعاشات اللي موجوده عندنا في المملكه العربيه السعوديه، هذه الاشياء وكثره العنوسه وكثره الشباب اللي يفكر انه هو يتزوج من الخارج. نعم هذه كلها أسباب لابد النظر بها بتوحد من عدة جهات. شكرا جزيلا لك الاستشارية الأسرية فاطمة قروب من جدة. مشاهدينا هذا الآن تذكير بمجمل موضوعاتنا لليوم. 20% من الأسر السعودية تؤيد الزواج من أجنبية لارتفاع التكاليف محليا. ما العراقيل التي تواجه مثل هذه العلاقة؟ قبل قليل تحدثنا عن هذا الموضوع.